السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده ان شاء الله يا جماعة عايزين نعمل الديكور اللي حضراتكم شايفينه ده. الديكور ده عبارة عن خشب حقيقي بيتم تركيب القطع الخشبية دي في الحيطة، بيتمشى عليها كده بالنار فبتدي الشكل اللي حضراتكم شايفينه. احنا عايزين نعمل الكلام ده بس من غير خشب خالص. يا ترى ايه الخامات اللي هنحتاجها وهنقدر نطلع شكل ولو قريب من الكلام ده وبتكلفة اقل من الربع؟ يلا نشوف. عايزين نعمل يا جماعه اللون اللي هو الارضيه اللي هنشتغل عليها عشان نطلع شكل الخشب ده في البدايه خالص. فده اصفر فاتح او اصفر كناري، ده الاصفر الاساسي. اللون ممكن يطلع من لون واحد اللي هو الاصفر الجملي، ولكن انا ما عنديش. طيب ما عنديش، هعمل اللون من البني والاصفر الفاتح، ما فيش مشاكل. بصوا يا جماعه، الدهان ده اللي نسيت اقول لكم عليه ان الدهان ده لامع او نص لامع، ما ينفعش يكون مطفي، يعني لازم يكون لامع او نص لامع. يفضل يكون لامع عشان نعمل تاثير الخشب بماده لازم تدهن يعني على اللامع. حلو. طيب انا لو عايز التاثير مطفي، لان الاتجاه اليومين دول للمطفي وربع لامع والكلام ده كله، هيدي معاك تاثير مطفي بعد ما نطبق الماده اللي هي الثانيه اللي هتشوفوها دلوقتي. تمام. فانت لو عايز مطفي خلاص هيبقى مطفي، لكن الارضيه دي لازم تكون لامع. دي اسطمبة شبه اللي في الرسمة كده. تمام. هنشتغل بيها، عملناها بحتة كرتون، وممكن طبعا تشتغل بواحدة أكبر لو الجدار عندك أكبر مثلا كده، وممكن تكبر الاسطمبة خالص زي ما أنت عايز. هنبدأ كده مثلا، خلونا نبدأ بنص واحدة مثلا. تمام، عشان الشكل بتاعنا يطلع كامل في النص يعني. بالصف الثاني هنشتغله ازاي؟ الصف الثاني مش هنشتغل كده طبعا، لان احنا عايزين يطلع معانا مربع كامل هنا. طيب هنكمل مربع، هنشتغل هنحط دي في وش دي كده. بالمناسبه القلم ده قلم من الحبر اللي هو دايما ما يتمسحش، من بتاع السبوره، زي اللي بيشخبطوا بالاولاد ما برضاش يطلع يعني. وبرضه الشخبطه دي ممكن لو عايز تطلعها، لو عندك شرطتين ثلاثه كده في البيت ممكن تستخدم سبيرتو يعني، مفيش مشاكل. هنبدا نرسم يا جماعه كده الاسطمبه كامله بقى المره دي. وتخلي بالك انت وترسم، لان احنا الاعلام اللي احنا هنعلمه بالقلم ده هنكمل عليه. هناخد دهان انجليزي يا جماعه. ده دهان ديكور زيتي، دهان يعني شفاف كده، بيدي تاثيرات حسب الطريقه اللي تشتغلوا بيها. حلو. ناخد شويه كده صغيرين وهنخفه بنفط، وهنلونه بمركزات عاديه، مركزات يونيفرسال، ملونات مركزه للاستخدام مع دهانات البلاستيك او اللاكيه او المعجون. ده يونيفرسال بيلون اي حاجه، يعني في مركزات تانية ما بتلونش غير الدهانات المائيه اللي هي البلاستيك يعني. حلو كده. فهنحط شويه اسود، شويه بني. هناخد الرولة بتاعت الدهان. تمام. وهنبدا ندهن مساحه عندنا دي بالكامل. طيب يا جماعه، الجليز بعد ما هنفرد مساحه هنرجع يعني نمس او نساوي الفرد اللي احنا فردناه بحيث يكون المستوى واحد. ناخد يا جماعه الكاوتشه دي او الجزاعه دي، بتعمل شكل الخشب. حلو. تشتريها منين؟ تلاقيها في محلات البويات، لو ما لقيتهاش اطلبها اونلاين يعني. هنبدا نشتغل يا جماعه بالكاوتشه دي بالطريقه دي. الكاوتش الاصغر، وهنبدا يا جماعه نعمل المنطقه دي هنا. دي صبغه اخشاب رقمها 612. الصبغه دي بتديك درجات العسل، يعني اللي هو محمر شويه مش محمر قوي يعني. هنفضي شويه صبغه كده. طبعا احنا بنجهز تشطيب الخشب ده ليه؟ لان احنا هنعمل الشكل اللي احنا عملناه كانه فعلا خشب، كانه خشب حقيقي يعني.
هناخد الخليط اللي احنا عملناه اللي هو السيلر والصبغه، هنفضي كده في المسدس، وهنبدا نرش يا جماعه المنطقه اللي احنا عملناها دي كانها خشب فعلا. طيب هنرش ازاي؟ في البدايه هنلف الفونيا كده نخليها بالطول لان احنا بنرش كده، تمام. وهنفتح المسدس من هنا علشان يفرش معانا ويخلي الرش بتاعنا شمسيه، تمام. وهنبدا نظلل الشغل بتاعنا. بعد ما ظللنا الخشب يا جماعه وفعلا ظهر انه شبه الخشب الحقيقي، هناخد نفس الصبغه وهنغمق. هنبدا يا جماعه نقفل الفونيا من هنا خالص، تمام. نقفلها خالص ناحيه اليمين كده، بتقفل كده بتفتح. حلو. ايه لما بتقفلها بيحصل ايه؟ بتعطي معاك خط، بتعطي معاك خط. وهناخد الاسطمبه اللي احنا رسمنا بيها في الاول، تمام، نفس الاسطمبه بتاعت الشكل. هنبدا ناخد ظل، ده شكل نهائي للديكور يا جماعه. طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان الترند او الموضه اليومين دول على المط او ربع لامع، فده مط، تمام. تقدر تعتبره تلت ربع لامع كده يعني. حلو. فلو عايز تلمع هتدهن وجه ورنيش زجاجي. وفي حاجه ثانيه لازم اقول عليها، ان الديكور ده ما تعملوهوش في مكان معرض للشمس زي بلكونات او واجهات او كده، لان الدهانات اللي احنا استخدمناها سواء جليز سواء الصبغه اللي احنا اشتغلنا بيها بتاعت الاخشاب بتبهت من الشمس. ده اللي حبيت اعرفه لحضراتكم واسيب حضراتكم مع الشكل النهائي للديكور.